مرحبا مرحبا مرحبا. هذه هي الصوص بالكريفات. آه الكريفات الكبيرة الخشينة هذيك كيما تراو. هذه هي صوص الكريفات. شوفوا ما شاء الله مشخشخة، بتعرفوا نحبوها مدومة. هاكا الكريفات طابت ما شاء الله. شوفوا هنا مشخشخة تشخشيخة مش نورمال ما شاء الله. كيما تراو سقيت المقرونة وهذه الصوص بالكريفات. بالطبيعة عندي يمكن قريب رطل الكريفات خاطر الخشينة معاها 3 كعبات طماطم مكعب، البصلة، زيت زيتون. بالطبيعة احنا عملنا الزيت، لازم مقارنتنا لازم تكون معبية مدومة بالزيت، مع الثوم حسيل، وقليت البصل والطماطم هذيك الكعب مع بعضهم حتى لين ذابت الطماطم هذيك مع زيت زيتون. قليتهم شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية كركم كما قلت لكم، وخليتهم يتقلوا لرواحهم. بعدين ضفت الفلفل الأحمر الحار متاعنا التونسي سقيته بالماء بالطبيعة وخليتها حتى تغبت، وركح زيتها وضفت لها قرنين الفلفل وغليت بالطبيعة المقارونة. شفتوا الكروفيت الخشينة. بالطبيعة أنا سقيت الراجلي بحكم الولادي مازالوا عندهم مدرسة، مازالوا في المدرسة مازال ما يروحوش توا. عطيت راجلي غداه وتوا باش نعمل ليا أنا مقارونة الخاصة بيا أنا. بالطبيعة هذه مقارونتي باش نعمل ليا أنا غداه وحدي. جست نغلي المقارونة وبنسقي بالصوص هذيك نفسها بيدها، هي بيدها، وجربوها وإن شاء الله تعجبكم. والله بنينة يعني بنينة برشا، ما نحكيلكمش على البنة اللي فيها. وهذه وصفتي لليوم، ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تعجبكم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، وبسلامة.